هذا البرنامج برعاية مساء العزة، مساء الكرامة، مساء النصر. أهلا ومرحبا بحضراتكم ولقاء يجمعنا دائما من خلال 90 دقيقة محافظات. اليوم حلقة خاصة بمناسبة احتفالنا بذكرى تحرير سيناء الحبيبة. هيكون في ضيافتنا اللواء دكتور محمد مندور وكيل مجلس الدفاع الوطني سابقا. هنتحاور حول الذكريات وازاي نتخذ من الإصرار والعزيمة اللي كانوا موجودين لتحرير تراب هذا الوطن الغالي. من خلال هذا الحوار نتعرف على الذكريات، نتعرف على روشتة النجاح المستقبلية، لأن ما بذل من مجهود في استرداد الأرض وفي تنمية سيناء حاليا هو نموذج لكل المدارس السياسية ولكل المدارس الاستراتيجية. هنتحاور مع ضيفنا عن الذكريات وعن إزاي يكتسب الشباب خبرات من خلال الماضي الجميل، من خلال تاريخ مصر اللي لازم نعتز ونفخر بيه كلنا كمصريين. حالا نبدأ مع حضراتكم وحصاد الأسبوع، ثم تباعا فقرات 90 دقيقة محافظات.
90 دقيقة محافظات، وهذه الحلقة الخاصة بمناسبة احتفالنا بأعياد تحرير سيناء الحبيبة. وسيناء التاريخ الناصع في العروبة، سيناء العزة والكرامة، سيناء اللي بتجسد الدور المصري والجندية المصرية في أبهى صورة، سيناء اللي بتؤكد على بسالة الجند المصري، سيناء اللي أيضا أكدت على بسالة وجسارة المفاوض المصري. المصريين لديهم عزيمة وإصرار وصبر جميل. نتمنى أن نأخذ من رحلة سيناء وذكريات سيناء، نأخذ الشحنة المعنوية والطاقة الإيجابية التي تؤدي إلى كل في مكانه يكون على أهبة الاستعداد للإنتاج، لأن عصب العمل وعصب التطور وعصب العصر هو الإنتاج، والسبيل الوحيد للنهوض بكل المجتمعات هو الإنتاج. علشان كده دايما بنأكد على ضرورة اتخاذ من هذه المناسبات الذكريات الطيبة التي تعطي المدلول الحقيقي لشباب مصر ومؤشر للنجاح الحقيقي للجيش المصري وللقيادة المصرية. نتابع مع حضراتكم هذا التقرير، وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيضع أكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 43 لتحرير سيناء الحبيبة، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. سلام الشهيد، سلام سلاح. وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل يعبر عن الوفاء لشهداء مصر الأبرار. ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. وفي نهاية الاحتفال قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمصافحة قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. ولفيف من كبار رجال الدولة. والآن وصلنا لاستعراض أهم وآخر الأخبار في محافظات جمهورية مصر العربية. نتابع هذه الأخبار مع مراسلين في كل المحافظات. البداية من القاهرة. كتب أحمد هشام: وضع دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، إكليلا من الظهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية.
وإلى الجيزة كتب علي الدين عمر محافظ الجيزة المهندس عادل النجار أرسل برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء. وإلى القليوبية كتب حسين عبد الغفار بعث المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية برقية تهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء 43. وإلى الإسكندرية بصحبة الزميلة علا عبد العزيز قدم الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية قدم التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصري بمناسبة الذكرى 43 لعيد تحرير سيناء. وإلى الفيوم بصحبة الزميلة إيناس عبد العزيز بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 43 لتحرير سيناء. وإلى الغربية بصحبة الزميلة إيمان تركي افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية صباح اليوم يرافقه الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية فعاليات المعرض الختامي للأنشطة التعليمية على مستوى مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي 24-25. وإلى سوهاج بصحبة الزميل محمود القاضي تكليف اللواء أركان حرب أحمد السايس سكرتيرا عاما لمحافظة سوهاج وكذلك الدكتور محمد حلمي سكرتيرا عاما مساعد. يذكر أن منصب سكرتير عام محافظة سوهاج خلا إثر خلاف نشب بينه وبين نائب المحافظ في محافظة سوهاج. وإلى المنيا بصحبة الزميل وائل القرم بعث اللواء عماد كدواني محافظ المنيا برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 43 لتحرير سيناء الغالية. وإلى بني سويف بصحبة الزميل هشام إبراهيم وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتوفير تيسير كافة الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين والالتزام بالخطة التي وضعت من قبل المحافظة في هذا الشأن. وإلى البحر الأحمر بصحبة الزميل خالد الجهيني تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وفي إطار الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء انطلاق فعاليات بطولة مصر الودية لكرة القدم للسياحة الرياضية للرواد المنفذة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وإلى مطروح بصحبة الزميلة عزة عبد العزيز شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على المتابعة المستمرة والمرور على الأسواق والسيطرة على الأسعار مع تنفيذ مقترحات لتخفيف الأسعار كسوق اليوم الواحد خاصة بالمناطق الأكثر كثافة. وإلى دمياط بصحبة الزميلة شيماء الشافعي محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي يترأس الاجتماع الدوري لهيئة تنشيط السياحة لمتابعة استعدادات موسم الصيف وتطوير شواطئ رأس البر
ويؤكد على خطة الاحتفال بعيد الميلاد القومي ومهرجان المواهب. وختاما إلى محافظة أسيوط بصحبة الزميل سيد سلامة، أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تكثيف الجهود بملفات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وفقا للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن. والآن نتابع مع حضراتكم هذا التقرير حول المراكز التكنولوجية. والمراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية بتقدم الخدمة لكل الأعمار السنية، تتبنى الأطفال منذ البداية للتدريب والتثقيف والتوعية. المراكز التكنولوجية هي منارة داخل كل المحافظات، علشان كده بنأكد على الدور الحيوي والهام جدا اللي لابد أن تستمر فيه هذه المراكز. الدولة جادة في تطوير هذه المراكز، والدولة جادة من خلال وزارة التربية والتعليم في ضرورة الحفاظ على هذه المراكز كمنارة للتعليم وللتدريب والتثقيف، وأيضا للتجوال في القرى والنجوع النائية للتوعية بالقضايا القومية والقضايا الحياتية والقضايا السياسية والقضايا المصيرية المصرية. علشان كده بنأكد على هذا الدور، وكاميرا البرنامج تابعت هذه المراكز ونموذج للمراكز التكنولوجية في محافظة الفيوم. نتابع مع حضراتكم بصحبة الزميلة إيناس عبد العزيز. شبابها هم دول ولادها، دول حياتها. مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. هم دول شبابها هم دول ولادها، انك تفيد بلدك وناسك تبني خير. النجاح ترسم طريقك بالطموح وعليه تسير. النجاح مش مستحيل للغني او للفقير. هم دول شبابها هم دول ولادها، دول بناتها دول حياتها. مصر دي امانه فيهم، مصر اقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول املنا فيهم نبني بيهم. السلام عليكم، انا اسمي اسماء. حضرتك يا مس فاتن لما كنا قاعدين هناك كنا قاعدين ندز في بعض، لكن دلوقتي اتحسنا كتير. وشكرا ليكي لانك ودتنا للمستوى ده، وشكرا للمركز الاستكشافي جدا جدا جدا. ويبقى الاثر الطيب ويبقى الاثر الطيب ويبقى الاثر الطيب. أو حلم نفسه يحققه سهل جدا إنه عدنا مع حضراتكم مرة تانية 90 دقيقة محافظات، نتابع كل المنتديات، نتابع كل الأحداث وكل الأخبار على مستوى محافظات الجمهورية. غدا بإذن الله يبدأ الملتقى والمؤتمر
الخاص بالأدباء والمثقفين بمحافظة الفيوم. هذا المؤتمر اللي غاب لسنوات طوال، وبجهود شخصية من مجموعة من الأدباء والمثقفين بمحافظة الفيوم يتم ولأول مرة بعد غياب سنوات انعقاد هذا المؤتمر. واسمحوا لي في البداية نوجه تحية شكر للنائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم اللي استجاب لأدباء ومثقفي الفيوم لإقامة هذا الملتقى وهذا المنتدى لمؤتمر أدباء ومثقفي محافظة الفيوم. معنا المقرر العام للمؤتمر الكاتب والصحفي والأديب الأستاذ أشرف أبو جليل. أهلا بحضرتك يا أستاذ أشرف. أهلا بيك يا فندم، سعيد جدا بالتقائك والله يا أستاذ. أستاذ أشرف، مجهود يعني مش هنقول تحسدوا عليه، وإنما هو مجهود شاق، لأن حضرتك بتحاول تقوم بدور قصر الثقافة، بتحاول تجتهد ومجموعة مع حضرتك للقيام بدور هيئة قصور الثقافة ومديرية الثقافة بالفيوم، لأن نعلم جيدا أن قصر ثقافة الفيوم دخل للصيانة ولم يخرج حتى تاريخه منذ 3 سنوات. ماذا عن ملتقى ولقاء الغد بإذن الله للأدباء والمثقفين والمؤتمر رقم كام؟ هذا هو المؤتمر الرابع لمثقفي الفيوم. المؤتمر الأول عقد عام 95 وكنت أيضا أمينه العام ومؤسسه، وكان أول مؤتمر يعقد في تاريخ الفيوم يتناول الحصاد الثقافي للفيوم ساعتها. المهم انتهى المؤتمر إلى أنه تحول إلى مؤتمر للإقليم، ويعني تاهت فيه الفيوم، لم تعد للفيوم غير يعني حصة ضمن 5 محافظات أخرى. هذا العام طبعا بعد مرور عدة سنوات على إغلاق قصر الثقافة، وهو المنفذ الوحيد للثقافة في الفيوم أو المنفذ الأكبر للثقافة في الفيوم، إغلاقه للصيانة الجسيمة، وأنا أدرك أن الصيانة الجسيمة تمتد لسنوات وتحتاج إلى ملايين، وبالتالي لم يكن لدينا إلا أن نعمل كمثقفين فاعلين بالجهود الذاتية من أجل يعني إحياء دور الثقافة ويعني النهوض الثقافي بالفيوم. هذا شيء يعني مهم جدا، ودي رسالة الأدباء. بالفعل يعني تأسست مجموعة تشبه الأمانة العامة للمؤتمر برئاسة أصغر أدباء الفيوم سنا الشاعر أحمد فيصل 20 سنة طالب جامعة الفيوم، ورئاسة الأستاذ رمضان إبراهيم أكبر شعراء الفيوم سنا. حالة من التوازن وتقديم الشباب ليتولوا المسؤولية مستقبلا. طبعا لأن احنا هذه هي إحدى رسائل المؤتمر، انه بدون يعني لا شلاليه ولا غيره، احنا بنقر مبادئ عامه. اولا يعني ناخذ بيد الشباب ليتولوا مهام، فالذي يعمل امين عام وهو عمره 20 سنه، ماذا بعد 20 سنه من الان سيكون ايه؟ اكيد هيبقى حاجه قيمه كبيره جدا نعتز بها. ايضا يعني تكريم الكبار ممثلا في الاستاذ رمضان ابراهيم، وايضا احتفينا بنخبه كبيره من مبدعي الفيوم الكبار على مستوى العالم وعلى مستوى العالم العربي. فعندما نقول ان الفنان العالمي صلاح عبد الكريم الذي اشاد باحدى لوحاته الفنان العالمي بيكاسو، او شوقي عبد الحكيم صاحب الموسوعات التراثيه الكبرى، او الدكتور محمد حسن عبد الله بجهودي، او شيخ المترجمين من الروسيه الى العربيه ابو بكر يوسف ابو جليل، او أسماء كبيرة، نبيل عبد الحميد رئيس نادي القصة، وأسماء كبيرة جدا. بالإضافة إلى اسمح لي يعني أقول إن احنا بنحتفي بجهود إعلامي يعني حقيقي قدم للثقافة من خلال طول رحلته، يعني الإعلامي عبد الحكيم اللواج. شكرا لحضرتك، شكرا ليك أستاذ أشرف. هيبدأ الملتقى في الغد في 10 صباحا، والدعوة لكل المثقفين والمبدعين على مستوى المحافظة. صحيح، الدعوة موجهة للجميع لكل المثقفين، واحنا المؤتمر معمول فيه 23 دراسة تم طباعتهم طباعة فاخرة في كتاب على مدار يومين. نعم، على مدار يومين.
على مدار اليومين 23 ناقد على مدار اليومين يحللون أعمال أكثر من 56 أديب فيومي. شكرا لحضرتك، ومعك في الغد بإذن الله، وكاميرا 90 دقيقة محافظات هتكون موجودة للتغطية. كل التوفيق لحضراتكم. خلينا نروح مع حضراتكم لتقرير من محافظة أسيوط بصحبة الزميل سيد سلامة، وتباعا التقارير عقب التقرير مباشرة نلتقي مع ضيفنا سيادة اللواء دكتور محمد مندور وكيل مجلس الدفاع الوطني السابق في حوار حول ذكريات سيناء الحبيبة. أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تكثيف الجهود بملفات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وفقا للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن للحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من العشوائية في البناء والتخطيط العام والعمل على تحسين المظهر العمراني للمحافظة، مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتسريع الإجراءات المتبقية والانتهاء من هذا الملف. وشدد المحافظ على إزالة مخالفات البناء والتعديات بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية فورا وقبل تفاقمها، ومنع تكرار التعديات مرة أخرى، والتصدي بكل حسم وقوة لكافة أشكال التعديات دون تقاعس أو تهاون للحفاظ على حق الدولة والشعب، لافتا إلى التنسيق والتعاون المستمر بين رؤساء المراكز والأحياء والقرى ومسؤولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لضمان سير العمل بكفاءة ورصد أي تعديات أو مخالفات تحدث في كافة ربوع المحافظة، ومنعها على الفور للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والمخالف، موضحا أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، فضلا عن الإجراءات الإدارية حفاظا على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة. كان معكم سيد سلامة مراسل 90 دقيقة محافظات أسيوط. عدنا مع حضراتكم مرة تانية، ودائما المراكز اللي بتحصل عليها مصر على المستوى الدولي ما بتكونش بالصدفة، إنما هي بتحصل عليها نتيجة لمكانة وقدر وقيمة وقامة مصر، وده اللي بتأكده الأحداث حتى على المستوى الرياضي. على المستوى الرياضي فاز المستشار محمد مصطفى بالنائب الأول للاتحاد الإفريقي للتايكوندو، وهو رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، بنقول له ألف ألف مبروك، وهو قيمة وقامة قانونية وقيمة وقامة رياضية. على الجانب الآخر في الزراعة حصلت مصر على منصب رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل اللي كان انتخاباته بالعاصمة التونسية، وده شيء بيعطي نوع من الفخر والاعتزاز إن مصر دايما في المقدمة، وفي المقدمة بجهودها، برموزها، بمثقفيها، بمبدعيها، بشبابها، بقواتها المسلحة، بشرطتها المصرية، وقبل هذا وذاك بأهل مصر الأوفياء اللي دايما بيعتزوا ويفخروا بمصريته. طيب احنا كمان على المستوى الحاصلات والصادرات الزراعية، احنا في الربع الأول من العام الجاري مصر يعني إجمالي الصادرات المصرية كانت 2,700,000 طن من مختلف المنتجات الزراعية، وده بيعطي دلالة قوية على جودة المنتج الزراعي المصري، لأن المجتمع الدولي لا يقبل إلا بمواصفات معينة، مش مجرد مواصفات عادية، إنما بيقبل بكل ما هو نمبر 1، وإنما نمبر 1 في الإنتاج،
نمبر 1 في العطاء، نمبر 1 الحقيقي الفعلي، بعيدا عن الارقام اللي بتطلق على بعض الاشخاص، انما نمبر 1 في الانتاج. هو ده الانتاج المصري، الانتاج المصري اللي بيتبوأ وعلى المستوى الدولي لدينا عواصم عالميه بتحصل على منتجات مصريه زراعيه طوال العام من خلال الصادرات المصريه. كل التحيه والاحترام لوزاره الزراعه والعاملين في قطاع الزراعه، وقبل هؤلاء للفلاح المصري اللي بيجد ويجتهد من خلال إنتاجه لمختلف المحاصيل الزراعية. خلينا نروح مع حضراتكم بصحبة الزميلة شيماء الشافعي وتقرير من محافظة دمياط، ومنتظرين إن شاء الله في الأسبوع القادم يكون في تقرير من رأس البر بإذن الله. نتابع مع حضراتكم. عدسة برنامج 90 دقيقة محافظات تنقل لكم أجواء احتفالية يوم العائلة لعام 2025 التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط بالتزامن مع الاحتفال بيوم اليتيم، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وذلك بحديقة بنت الشاطئ وسط أجواء من البهجة والمحبة. وقد شاركت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط في الفاعلية، حيث تفاعلت مع الأطفال في أنشطة الرسم والأشغال اليدوية، وحرصت على توزيع الهدايا بنفسها، ناقلة تحية السيد المحافظ ومؤكدة على دعم المحافظة بالكامل لحقوق الطفل والأسرة من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتعليمية. الاحتفالية شهدت حضور عدد من الشخصيات الباردة، من بينهم الأستاذ جمال دين العابدين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، الأستاذة نهى عز الدين مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمحافظة، النائبة هناء فاروق عضو مجلس النواب، الأنبا بندلمون راعي كنيسة الروم الأرثوذكس، الأستاذ سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بالإضافة إلى القيادات الدينية والاجتماعية وممثلي الجمعيات الأهلية بالمحافظة. وكان لجمعية توعية المرأة بالحوراني دور فعال في تنظيم وتقديم فقرات الحفل، حيث ساهمت في إضفاء أجواء من البهجة والتفاعل من خلال مشاركتها المتميزة في الإعداد والتنسيق، مما عكس حرص المجتمع المدني على دعم تلك الفئة الغالية من أبنائنا. كانت معكم من دمياط مراسل برنامج 90 دقيقة محافظات شيماء الشافعية. عدنا مع حضراتكم مرة تانية على الهواء مباشرة 90 دقيقة محافظات. بنتحدث في هذا الاتصال الهاتفي حول كيف يمكن تأهيل الشباب لسوق العمل. معنا عبر الهاتف دكتور أحمد سامي رضوان رئيس لجنة السكان والمرافق بمجلس أمناء مدينة حدائق أكتوبر ومنظم مبادرة مستقبل جيل. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. دكتور أحمد، يعني هذه المبادرة اللي بتهتم بمستقبل الأجيال وإزاي نؤهل شبابنا لسوق العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور أحمد سامي رضوان رئيس لجنة السكان والمرافق بمجلس أمناء مدينة حدائق أكتوبر ومنسق عام مبادرة مستقبل جيل. أنا قلت يا فندم والله في الأول البسيطة المتواضعة إن أي شاب وشابة بيبقوا محتاجين فرصة، فلازم ناخد بإيديهم ونديهم الفرصة. الفرصة بتبقى تدريبهم وتأهيلهم، وبعد ما يتدربوا ويتأهلوا لازم يكون في مصداقية حقيقية في التدريب والتأهيل، فلازم يكون في فرصة عمل حقيقية يلاقوها الشباب قدامهم، فيحسوا بقد ايه في ناس حواليهم بتساعدهم وبتاخد بايدهم. تمام. هل هناك تعاون مع شركات معينة، مع رجال أعمال، مع مؤسسات؟ ازاي الشاب يحصل على عمل شريف
من خلال التدريب المستمر ومن خلال التنسيق مع هذه الجهات؟ بص يا فندم، احنا مبدئيا معانا الاخ العزيز الغالي الباشمهندس عمرو دياب رئيس مجلس امناء مدينه حدائق اكتوبر، اخويا الغالي، وهو في نفس الوقت المدير التنفيذي لمجموعه عربيا ديفلوبمنت. هو من اول من امن بالفكره بتاعت مبادره مستقبل جيل لتدريب وتاهيل الشباب، فبالتالي هو كان الراعي الرسمي للمبادره، وبعد كده خد اكثر من 80% من الولاد اللي تم اجتيازهم الدوره التدريبيه واشتغلوا معاهم في شركه عربيا ديفلوبمنت. وبعد كده انضم لينا مؤخرا الباشمهندس ماهر حسن، وده راعي رسمي برضه معانا في المبادره، وده يبقى مؤسس مجموعه ماهر حسن للتنميه العمرانيه. وبرضه الباشمهندس ماهر تفضل شاكرا خد جزء برضه من شباب المبادره شغالهم معاه. بالتوفيق ان شاء الله، ونتمنى مزيد من هذه المبادرات. شكرا لحضرتك دكتور احمد سامي رضوان، المنظم العام لمبادرة أو المنسق العام لمبادرة مستقبل جيل. خلينا نروح مع حضراتكم لتقرير من محافظة المنيا بصحبة الزميل وائل القرم. شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا فعاليات القافلة الطبية المجانية الشاملة التي نظمها حزب مستقبل وطن بقرية بارتباط بمركز مغاغة في إطار البروتوكول المبرم بين الجامعة البريطانية وإحدى المؤسسات الخيرية بالتنسيق مع مديرية الصحة، وذلك في إطار الجهود المجتمعية لدعم المنظومة الصحية والتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً. أكد المحافظ خلال الجولة دعمه الكامل للمبادرات الصحية والقوافل العلاجية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالقطاع الصحي كأولوية وطنية. من جانبه أوضح محسن حتى أمين مساعد الحزب بمحافظة المنيا أن القافلة شملت العديد من التخصصات الطبية، منها الرمد، البطنة، الأطفال، العظام، القلب والصدر، النساء والتوليد، المخ والأعصاب، بالإضافة إلى خدمات التحاليل وإجراء عمليات المياه البيضاء والحول وتوفير نظارات طبية بالمجان. كما شاركت كلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية بتقديم خدمات الحشو والخلاء والتنظيف مجانا. رافق المحافظ خلال الزيارة كل من النائب إيهاب عبد العظيم والنائب سعودي عبد الرحمن والدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة مغاغة. كان معكم وائل القرم، 90 دقيقة محافظات المنيا. عدنا مع حضراتكم 90 دقيقة محافظات. عقب هذا التقرير مباشرة هنستقبل ضيفنا سيادة اللواء دكتور محمد مندور، وكيل مجلس الدفاع الوطني سابقا وقنصل مصر بالسفارة المصرية بكينيا ومستشار سفارة مصر بجنوب أفريقيا والصومال وأوغندا، وحاليا رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المقاولين العرب ورمز من الرموز الوطنية المصرية. التقرير ثم نتابع تقرير من تقرير من محافظة الوادي الجديد بصحبة الزميل محمد بدر الدين، وتقرير من البحر الأحمر بصحبة الزميل خالد الجهيني. كان في جزء مهم جدا مهمل من خلال من خلال وزاره الشباب والرياضه، كان الطب الرياضي. الطب الرياضي ده هو موجود ليه فتره
توقف بشكل او باخر لظروف ما، فكان انسب وسيله ان نشغل الطب الرياضي او المحافظه تشغل الطب الرياضي انها تعمل بروتوكول مع الجامعه. جامعه يعني متخصصين، جامعه يعني في ناس هتشتغل بشكل علمي، جامعه يعني في ناس كوادر علميه كويسه ومهمه. فبالتالي حصل بروتوكول ما بين وزاره الشباب والرياضه من خلال وزير الشباب والرياضه او ما ينوب عنه ورئيس الجامعه. بناء على البروتوكول ده ان الجامعه هتتولى الجزء الفني في المركز، وبالتالي انا كان ليا يعني الشرف ان انا هبقى كمدير للمركز الطب الرياضي، واتعمل البروتوكول ان شاء الله وجاري تجهيز المكان بشكل او باخر. فكره المؤتمر انطلقت من المبادره اللي اطلقها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بادر بالتشجيع على ممارسه النشاط الرياضي من خلال كذا شكل، وقال ان الرياضه هي امن قومي. وكان من هنا بدات الفكره تتبلور جوه المؤتمر العلمي الثالث لكليه التربيه الرياضيه، سابقا كليه علوم الرياضه حاليا بجامعه الوادي الجديد، ان احنا نبدا ندور على توصيات علميه من خلالها نقدر نحقق اهداف مبادره فخامه الرئيس. من هنا بدانا ان احنا نحط محاور رئيسيه للمؤتمر العلمي الثالث تحت مسمى علوم الرياضه ودورها في تحقيق الامن القومي في ضوء الصعوبات والتحديات اللي بتقابلنا. من هنا بدانا نشوف اكتر من محور. المحاور دي جت عن طريق ممارسه الرياضه المدرسيه ودور الرياضه المدرسيه، الرياضه في الجامعات، الرياضه وممارسه الرياضه ودورها على الصحه، البحث العلمي الرياضي وازاي نقدر نستفيد منه، الاقتصاد الرياضي ودوره في تحسين الاقتصاد المصري. من هنا بدانا ان احنا نتواصل مع العديد من الاساتذه اللي ما تاخروش للحظه في انهم يجوا للصحراء الغربيه في مصر عشان خاطر يشوفوا الجامعه الوليده دي اللي بدات تساعد في تحقيق المبادرات الرئاسيه. ومن هنا بداوا يمارسوا او بداوا يتوافدوا على الجامعه، ومن هنا بدانا ان احنا نحقق اهداف المؤتمر. جامع الكريم إن مصنع مصر للقاطرات مشروع ولد كبيرا برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالدعم المتواصل من الحكومة المصرية وتعاون جهات الدولة المعنية لتوطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة. نؤكد أن أبواب هيئة قناة السويس مفتوحة دائما للشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات والشركات الرائدة في مجال النقل البحري. وختاما أتوجه بحديثي إلى أبنائي رجال ترسانة شركة جنوب البحر الأحمر، حيث لم أجد من الكلمات ما يوفي حقهم، وقد وعدتم فأوفيتم وأجدتم العمل بحسن ما قدمتموه، وأصبحت خطط الأمس حقيقة على أيديكم نشهدها اليوم ونفتخر بها. دمتم فخرا لهذا البلد وعنوانا للعمل الجاد والتميز لرفعة اسم مصر عاليا خفاقا بين الأمم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية
مساء العزة، مساء الكرامة، مساء النصر، مساء الإصرار والعزيمة. النهاردة حوار له مذاق خاص، حوار عن أمجاد هذا الوطن، حوار عن مكان عزيز على قلوب كل المصريين. نحتفل اليوم بالذكرى 43 لتحرير سيناء الحبيبة، هذه البقعة الغالية على كل المصريين بل على كل العرب. سيناء بتجسد روح النضال والعزيمة والإصرار والنجاح، لأن لو لم يكن هناك تخطيط جيد للحرب ما كان الانتصار، ولو لم يكن هناك إصرار وعزيمة من قائد عظيم اسمه عبد الفتاح السيسي كان زمان سيناء ديت شكرا وأصبحت منطقة ليست تبع مصر، إنما فيه إصرار الرجال، فيه عزيمة الرجال، في حد بيحب وبيعشق هذا الوطن عشق حقيقي. فبالتالي عندما كان هناك نية لتهجير الأشقاء الفلسطينيين كان هناك وقفة صارمة من رئيس الدولة، لا وألف لا لتهجير الفلسطينيين، لأن الفلسطينيين لهم وطنهم. وهذه اللعبة الدنيئة من إسرائيل إن يتم نقل الفلسطينيين لسيناء هو القضاء تماما على القضية الفلسطينية. وبالتالي كان فيه قائد مصحصح وقائد عارف دوره كويس وعارف إزاي يتعامل مع رجل مخابرات لديه خلفية عسكرية، وبالتالي هو قائد عظيم. الكلام ده والله من القلب ومش بنقوله لأن إحنا كمصريين مش عيب نحب بلدنا، مش عيب نحب وطننا، مش عيب نحب رئيسنا. هذه الألفة وهذه الحميمية للوطن مهمة جدا تكون عند كل المصريين، لأن لولا هذه الحميمية وهذا الحب والعشق للوطن كان زماننا يعني في البلد. احنا مرت على مصر أحداث جسام منذ 2011 والخيانة الكبرى من قبل الإخوان والجو الملتهب عالميا حول مصر. هنناقش كل ما يخطر على بال حضراتكم في هذا الحوار المهم جدا مع شخصية مصرية وطنية، سيادة اللواء دكتور محمد مندور، وكيل مجلس الدفاع الوطني سابقا وقنصل مصر بسفارة مصر بكينيا ومستشار سفارة مصر بجنوب أفريقيا والصومال وأوغندا، والأمين العام المساعد لأمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المقاولين العرب لقطاع المرافق. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. سعداء باللقاء. احنا أسعد، شكرا لقناة الحدث والقائمين عليه. سيادة اللواء مندور، أنا عايز أبدأ مع حضرتك بالحدوتة المصرية الجميلة. لو لم يكن هناك حرب ما كان السلام، لو لم يكن هناك إصرار وعزيمة من قبل قادة مصر وجيش مصر ما كان تحرير سيناء. والله احنا النهارده بنحتفل بعيد تحرير سيناء، ودي فرصة ان احنا نحيي الشعب المصري كله والقيادة السياسية، قواتنا المسلحة والدبلوماسية المصرية على حرب تحرير سيناء، حرب عسكرية وحرب في مفاوضات. فكانت معركة عسكرية في 73 وانتصرنا فيها، وقدرنا نفرض على الجانب الإسرائيلي انه يخش معانا في مفاوضات وصولا لكامب ديفيد في 78. ثم بعد كده قعدنا 4 سنوات بعد كامب ديفيد عشان نتفاوض حتى وصولا ل 82 اللي احنا بنحتفل بيه النهارده عيد تحرير سيناء. ثم من 82 كمان قعدنا 5 سنين مفاوضات مضنية في التحكيم الدولي عشان نستعيد آخر حدودنا مع إسرائيل اللي هي قضية طابة، وكان في فريق لجنة عليا قومية للمفاوضات وخاضت تحكيم دولي وقدرنا نستعيد طابة في 89. فمسيرة كبيرة جدا. زي ما قلنا حرب 6 سنوات بعد 67، في 73 بعد 6 سنوات قدرنا نعيد استكمال قواتنا المسلحة وإعادة تدريب القوات المسلحة واستعادة كل الخسائر اللي حصلت في 67، وقدرنا نحقق نصر عسكري في 73 في 6 ساعات زي ما الرئيس الراحل أنور السادات قال. قدرنا نعبر قناة السويس ونقتحم خط بارليف ونمنع قوات الدعم بتاعت العدو إنها
تدعم قواتها اللي انهارت في خط بارليف. وبعد كده مسيره السلام، الزياره بتاعه القدس، ثم كامب ديفيد، ثم المفاوضات زي ما قلت لحضرتك وصولا ل 82، ثم 89 استعاده طابه بالتحكيم الدولي. فعشان كده السادات خد لقب شعب هو اللي اطلق عليه بطل الحرب وبطل السلام. صحيح. سيادة اللواء محمد مندور وكيل مجلس الدفاع الوطني السابق، يعني مش عايزين الذكرى تمر مرور الكرام، وانا نفسي نحتفل بتحرير سيناء كل يوم، مش في يوم في السنة ولا يوم 25 ابريل من كل عام، لان يعني احتفائنا واحتفالنا بالذكرى بيعطي دلالات قوية ويعطي شحنة معنوية ويعطي طاقة إيجابية حتى للأجيال الحالية. تمام. اتفضل يا فندم. هو مهم جدا، احنا ليه بنحتفل بذكرى حرب اكتوبر وذكرى تحرير سيناء وكل الانتصارات اللي حققتها الدولة المصرية، سواء في المجال العسكري، في المجال الاقتصادي، في المجال الدبلوماسي، في التحكيم الدولي. ده احنا بنذكر الأجيال الجديدة بالإنجازات اللي حققتها الدولة المصرية وجميع مؤسسات الدولة المصرية، وده بيبقى مثل وقدوة. وفي نفس الوقت بنذكر الأجيال الجديدة بالكفاح بتاع أجدادنا وأبهاتنا صحيح في هذه النزاعات والصراعات، والحفاظ على كيان الدولة المصرية وعلى أمنها القومي وعلى حدودها الدولية. الحدود دي بتاعت مصر زي ما قال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عهد الفراعنة، ودي حدود ثابتة محدش يقدر يستقطع منها أي جزء. الأرض عند المصريين عرض وشرف. صحيح. احنا طبعا لينا جذور يعني في الفلاحين والصعيد مصر، الأرض هي العرض وهي الشرف، فده في ضمير وفي جينات المصريين، لا تفريط في حبة رمل واحد. الاحتفالات اللي احنا بنعملها دي مش مجرد احتفال ونذيع أغاني وطنية، لكن زي ما قلت في رسائل من خلال هذه الاحتفالات، ان احنا نذكر الأجيال الجديدة ان احنا نترحم على الأبطال. صحيح. اللي خاضوا حرب اكتوبر واللي خاضوا حرب السلام والمفاوضات وصولا الى تحرير كامل تراب سيناء. فانا ان شاء الله هنذكر، لازم حقهم علينا، كل الابطال اللي شاركوا في حرب اكتوبر وكل الابطال اللي شاركوا في تحرير سيناء 82 وصولا لطابة 89، هنقول اسمائهم عشان ده حقهم علينا اللي لسه على قيد الحياه. عملت حصر بالاسماء. طبعا جميل والله. اللجنه الوطنيه العليا للتفاوض لاستعاده طابه نستعرضها مع حضرتك لو يعني رئيس اللجنه العليا القوميه دي كانت للدفاع عن استعاده طابه كان الدكتور نبيل العربي. الدكتور نبيل العربي وزير خارجيه مصر، سياده السفير نبيل العربي. السفير نبيل العربي كان امين عام جامعه الدول العربيه، وما ننساش كمان ان هو كان قاضي دولي في محكمه العدل الدوليه طبعا. وتولى العديد من المناصب. في عندنا الدكتور عصمت عبد المجيد كان برضه وزير خارجيه، ثم كان امين عام جامعه الدول العربيه. الوزير الدكتور مفيد شهاب ربنا يديله الصحه، حضرتك كان وزير المجالس النيابيه، كان وزير تعليم عالي، رئيس جامعه القاهره، ده برضه فقيه قانوني ودستوري وتشريعي. طبعا حضرتك في عندنا كمان ناس بقى يعني اسماء مش ما تولدش مناصب سياسيه لكن كان ليهم الجندي المجهول او انا بسميه المعلوم. يعني في عندنا الدكتور وحيد رأفت، ده رئيس حزب الوفد، كان موجود في هذه اللجنه العليا الوطنيه. وعندنا طبعا كمال حسن علي. كمان حسن علي ده كان ست الوزير، كان وزير دفاع، كان رئيس مخابرات عامه، كان وزير خارجيه مصر، ثم رئيس وزراء. فكان في هذه اللجنه الوطنيه. شوف القامات والاسماء اللي احنا بنقولها. فلازم نذكر الاجيال الجديده، وبعدين حق اللي لسه على قيد الحياه ان احنا نشكره طبعا، ومن توفاه الله نترحم حق عليه، اسرته واولاده واحفاده ان احنا بنتذكر اسمائهم ودورهم الوطني. خدت بال حضرتك؟ ده دور وطني التاريخ مسجله، فلازم نذكرهم، وكل اسرته وعيلته واقاربه وجيرانه وقريته اللي نشأ فيها وزمايله في الدراسه وزمايله في العمل، كل دول لازم قدوه ومثل ونموذج مصري له كل الاحترام. هو ده احنا المثل والقدوه احنا عندنا كتير قوي في العلم وفي التاريخ وفي السياسه وفي الادب وفي الدبلوماسيه، القوات العسكريه، الشرطه، مصر ولاده، الشرطه المصريه. القدوه عندنا مش بس فنانين ومغنيين، يعني هم دول نمبر 1 حضرتك.
ما هو بتوعنا دول هم دول نمبر 1، دول نمبر 1 الحقيقيين. الحقيقيين. وانا بشكر قناه الحدث على انها بتلقي الضوء على الابطال مصر الحقيقيين. صحيح. قدوه مصر الحقيقيه. صحيح. يعني لما نيجي حتى نتكلم في الرياضه نقول محمد صلاح، خد بالك ده قدوه للشباب، لانه الراجل مش بس قدوه في الرياضه، قدوه كمان في انه سفير لمصر، انه بيشارك في الخدمه المجتمعيه، انه ليه دور في قريته، وقدوه في الاخلاق، وقدوه في الاخلاق قبل هذا وذاك. فاحنا يعني لا، مصر ولاده وفيها صحيح. قامات كبيره جدا زي ما قلت لحضرتك، تبقى قدوه للشباب نركز عليها الضوء ونعمل حلقات عنهم ونستضيف كمان زمايلهم وابنائهم واحفادهم، حقهم علينا. اللواء دكتور محمد مندور وكيل مجلس الدفاع الوطني السابق واحد رموز الوطنيه المصريه، وفي هذا الحوار عن سيناء وذكرى تحرير سيناء ال43. تحرير سيناء كان تحرير للإنسانية، تحرير سيناء كان تحرير من الاستبداد الإسرائيلي ومن الغطرسة الأمريكية، وكانت رسالة قوية إن مصر هي العروبة، مصر هي القادرة على التفاوض، مصر هي القادرة على النجاح من خلال آليات ومن خلال العطاء على أرض الواقع، من خلال قواتها المسلحة الباسلة. وخلف هذه القوات شعب عظيم هو الشعب المصري. الرسالة اللي لابد أن نذكر بها المجتمع الدولي من خلال تحرير سيناء. الرسالة للمجتمع الدولي إن مصر دولة مؤسسات، دولة غير معتدية، دولة تقدر تدافع عن نفسها وتدافع عن أرضها وتدافع عن قضاياها العادلة. صحيح. وإن مصر بتدعو المجتمع الدولي إنه يبقى الاحتكام في أي خلاف مش بس بالعمل العسكري، ما في عندنا محكمة العدل الدولية، وفي عندنا مؤسسات دولية، عندنا الأمم المتحدة، وعندنا مجلس الأمن الدولي. كل دي مؤسسات الدول اتفقت عليها علشان نلجأ إليها في حال الخلافات ما بين الدول. فمجلس الأمن الدولي ده يملك قرار إنه طبقا للبند السابع إنه يقدر يوقف اعتداء عسكري بالقوى المسلحة. خدت بال حضرتك؟ فهي دي القصة. فإحنا بندعو المجتمع الدولي إنه يحتكم في أي خلاف دولي، خلاف إقليمي، خلاف ما بين على الحدود ما بين دول، خلاف عسكري، إنه نحتكم إلى القانون الدولي، وإلا هيتحول العالم إلى شريعة الغاب. الأقوى هو اللي بيفرض قراره وبيفرض على الأرض الأمر الواقع دون الالتفات للقانون الدولي وحقوق الإنسان اللي احنا بنتكلم عليه. النهارده الجرائم اللي بتعملها إسرائيل ضد أهالينا في قطاع غزة، ضد المدنيين الأطفال والشيوخ والنساء. النهارده أصبح الرجل في محكمة الجنايات الدولية أصبح مطالب، هو مطارد حاليا، هو مطالب بالقبض عليه على القيادات الإسرائيلية. خد بال حضرتك؟ ومتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومصر انضمت الحمد لله مع جنوب أفريقيا ودول عديدة في المحكمة الدولية اختصاما ضد إسرائيل لإيقاف هذه الاعتداءات وهذه الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. فرسالة مصر للمجتمع الدولي إنه الاحتكام للقانون الدولي، وإلا هيتحول العالم إلى شريعة غاب. الحاجة الثانية إنه لا يضيع حق وراء مطالب. صحيح. إحنا اتاخد مننا سينا في 67، 6 سنين قدرنا نستعيد جزء كبير منها بالعمل العسكري، ثم لجأنا إلى اتفاقية سلام، ثم مفاوضات. ولما استعدنا في 82 كامل سينا كان ناقص طابة. لجأنا لإيه يا فندم؟ للتحكيم الدولي. وقدرنا في 89 نرفع العلم المصري على طابة ونستعيد كامل أرضنا. يبقى إنها لا يضيع حق وراء مطالب. لما يحصل خلاف احنا ادينا مثل وقدوة لدول المنطقة والعالم كيف تحل مشاكلك مع الدول وخصومك بالالتجاء إلى القانون الدولي والتحكيم الدولي. اللواء دكتور محمد مندور وكيل مجلس الدفاع الوطني السابق، بنتكلم عن حرب ثم سلام ثم تفاوض، ولولا الحرب ما كان السلام. وده اللي استوعبناه كشعب مصر على مر السنين، واللي استوعبناه أكتر في الفترة الماضية لما كان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعيد تسليح الجيش مرة تانية وكل الأسلحة على كافة المستويات. كنا كلنا بنتساءل
هو ايه اللي بيحصل؟ عرفنا الاجابه لما كان نقرا التاريخ ونجد ان لولا قوه الجيش المصري ما كان السلام المصري او العربي. الكلام بتاع حضرتك ده اثبتته الاحداث اللي بتدور حوالينا في الاقليم. كان الشارع تساءل ليه البنيه التحتيه الكبيره قوي دي وشبكه الطرق هذه العملاقه والكباري والبنيه التحتيه. البنيه التحتيه مش طرق وكباري بس، صح. احنا بنتكلم كمان في انفاق، بنتكلم في مناطق صناعيه، بنتكلم في مواني جديده. طب احنا ليه بنعمق الغاطس في المواني اللي احنا القديمه، وليه بننشئ مدن جديده في غرب اسكندريه في مرسى مطروح، وليه بنعمل في البحر الاحمر؟ خد حضرتك. فكل الناس النهارده لما شافوا الضغط اللي على مصر في موضوع التهجير في سيناء وطمع الجيران والاعداء في سيناء ومحاوله تصفيه القضيه الفلسطينيه، وشافوا ما حدث في دول الجوار المباشر، دائره الامن القومي الاولى لمصر في ليبيا، في السودان، في فلسطين، في سوريا، خد بال حضرتك، في اليمن. دي دايره الامن القومي، الدايره الاولى، دول جيران مباشرين لمصر. فشوفوا ايه اللي حصل فيها. طب الدول دي لو كانت واقفه على حيلها وكانت قويه، جبهه داخليه، اصطفاف وطني من الشعب خلف القياده السياسيه بتاعته، حفاظ على قدرات قواته المسلحه، خد بال حضرتك، كان هيحصل هذا الانهيار في هذه الدول؟ ما كانش هيحصل. فاحنا نتعلم الدروس، ومصر هي دولة كبيرة، دولة عريقة، من أقدم الدول والحضارات في العالم كله مش في المنطقة بس، ودائما مصر تحركاتها بتبقى قدوة لدول الجوار. احنا الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر مرارا وتكرارا من تفكيك الدولة الوطنية. حذاري من تفكيك الدولة الوطنية. الغزو الأمريكي لما راح العراق، أول قرار للحاكم الأمريكي كان تفكيك القوات المسلحة وقوات الشرطة. خد بال حضرتك. ثم هي حائط السد الأول. هي دي، خد بال حضرتك، اللي حصل في سوريا. أول قرار ضرب المطارات والتخلص من القدرات العسكرية بالكامل. صحيح. قوات بحرية، قوات جوية، قوات مشاة ميكانيكي، كل المطارات، كل القواعد العسكرية. كانت النتيجة ايه يا فندم؟ النهارده احتلوا جنوب سوريا بالكامل، مش فقط بارتفاعات الجولان. واخد بال حضرتك؟ طيب لو الدولة دي لسه قائمة والدولة الوطنية قائمة، السودان النهارده الحرب الأهلية اللي فيها، واخد بال حضرتك؟ فهي دي القصة. الرئيس السيسي، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، زي ما حضرتك قلت، هو رجل قوات مسلحة، قيادة في القوات المسلحة، رجل مخابرات، رجل استراتيجي، رجل عنده رؤية. والكلام ده احنا بنقوله بالوقائع والبراهين، والتاريخ أثبت ذلك، مش مجرد ان احنا مدح عاطفي، احنا بنتكلم كلام موضوعي وكلام عملي. الرجل رجل دولة، في حاجة اسمها فقه الأولويات. أول ما تولى الرئاسة في فقه أولويات، هو استشعر، هو عنده رؤية. والأجهزة العميقة في مصر، الخارجية والدبلوماسية والأجهزة الأمنية والأجهزة السيادية، في تقارير وفي بعثات وفي سفارات، في خطر قادم، يبقى لازم أستعد ليه. أستعد ليه إزاي؟ البنية الأساسية، البنية التحتية والطرق والكباري والممرات والمطارات والمواني. عشان إيه؟ لو حصل أي خطر من الغرب أو من الشرق أو من الجنوب أو من الشمال، يستطيع مصر أن هي تعيد انتشار القوات المسلحة على كامل حدود مصر الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية في 6 ساعات. يبقى ده محتاج شبكة طرق، محتاج كباري، محتاج أنفاق، محتاج شبكات إطارات، صحيح. محتاج مواني جديدة، لأن احنا عندنا النهارده حاملتين طائرات، محتاجة مواني، عندنا غواصات جديدة. حصل تطوير كامل في منظومة التسليح. ده فقه الأولويات. النهارده ال10 سنين الجايين، الرئيس قال ايه؟ احنا بنينا، استعدينا، احنا انجزنا المهمه. احنا النهارده ال10 سنين الجايين دول تنميه بشريه، الحفاظ على التعليم والصحه والبحث العلمي، التنميه البشريه في مصر لل10 سنين الجايين. اللواء محمد مندور، وكيل مجلس الدفاع الوطني السابق وقنصل مصر بكينيا ومستشار سفاره مصر بجنوب افريقيا والصومال واوغندا. وانا عايز اتحدث مع حضرتك عن نظرة المجتمع الخارجي لمصر في الفترة منذ أن تولى الرئيس السيسي حتى اليوم. هناك يعني نظرة فخر من المصريين، وده طبيعي. نفتخر بقائدنا، نفتخر ببلدنا، ده شيء طبيعي.
انما على مستوى افريقيا الشعب او المواطن الافريقي متطلع لان تعاد امجاد عبد الناصر، ولكن بايديولوجيه ومدرسه حديثه. كيف ينظر المواطن الافريقي لمصر بصفه عامه؟ ده سؤال محترم جدا، وحضرتك فتحت باب مهم وملعب جدا. حضرتك. والحمد لله انا خدمت في 4 دول في افريقيا في سفارات مصر، فانا عشت مع الشعوب الافريقيه، مش مجرد زياره في مأموريه. صحيح. او سمعت من راى ليس كمن سمع. صحيح. الحاجه الثانيه لما بتعرف شعوب يقول لك انت عاشرتهم، يبقى تعرفهم، ما عاشرتهمش ما بتعرفهمش. صحيح. خدت بال حضرتك؟ فاحنا عاشرنا هذه الشعوب وفي اكتر من دوله، في الجنوب الافريقي، في القرن الافريقي، في الشرق الافريقي، في الغرب والعمق. فاحنا شفنا الشعوب الافريقيه. مصر ليها رصيد كبير جدا. خد بال حضرتك؟ يعني عاوز اقول ان بدايه العلاقه المصريه مع افريقيا بدات من الملكه حتشبسوت، وعملت اول قوافل تجاريه مع بلاد بونتلاند في القرن الافريقي في الصومال، وعملت من خلال البحر والمحيط، ثم من خلال نهر النيل وصولا الى ميناء عنتيبي، الى بحيره فيكتوريا في اوغندا. خد بال حضرتك؟ ثم الحقبه بتاعت جمال عبد الناصر ودعم حركات التحرير. خد بال حضرتك؟ النهارده تقريبا معظم الدول الافريقيه ما فيش فيها غير ما تلاقي شارع اسمه جمال عبد الناصر حتى الان. صحيح. حتى الان. فوجود بقى شركه النصر للتصدير والاستيراد، النهارده شركه المقاولين العرب للمقاولات بقى لها اكتر من 60 سنه بتعمل مشروعات في جميع دول افريقيا ومرحب بيها، وبتعمل مشروعات قوميه عملاقه في هذه الدول، واخرها السد بتاع جوليوس نيريري، ده سد بانتاج الطاقه الكهربائيه. النهارده السد ده بدا بعد انشاء سد النهضه، النهارده طلع كهرباء قبل سد النهضه. موجود في تنزانيا، فده هيعمل نقله كبيره جدا، هيحول تنزانيا من بلد زراعي سياحي الى بلد صناعي كمان. وفي وفره في الطاقه الكهربائيه يقدر يعمل بيها نهضه صناعيه ويصدر كمان للدول الجوار. فدي قوه مصر النعم. فقامت حصل طبعا بعد محاوله اغتيال الرئيس الراحل حسني مبارك في اديس ابابا انه القياده السياسيه حصل تغيب شويه عن الساحه الافريقيه. وده كان مزعلهم جدا، لان هم يحبوا جدا ان القياده السياسيه تبقى موجوده معاهم، مشاركاهم في اجتماعات، في زيارات متبادله، لان مصر بلد افريقي. طبعا احنا مؤسسين للاتحاد الافريقي. خدت بال حضرتك؟ دوله مؤسس، احنا داعمين لحركات التحرير في معظم الدول الافريقيه. فاحنا دوله افريقيه. القوى الغربيه طبعا بتحاول تحيدك وتقول لك انت تبع اقليم الميدل ايست، الشرق الاوسط، مش عاوزه ان احنا ناخد صبغه ان احنا دوله افريقيه. فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اول ما جه صحح هذا المسار. اكتر رئيس عمل زيارات للدول الافريقيه مصري هو الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو مؤمن جدا بان افريقيا هي العمق الاستراتيجي لمصر، ان العلاقات مع اشقائنا في افريقيا دي علاقات استراتيجيه وامن قومي. صحيح. وفي مصالح مشتركه بيننا وبينهم. هو ترأس الاتحاد الافريقي، هو حاليا مترأسين مجلس الامن والسلم الافريقي، كانوا رؤساء للكوميسا. الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل الاتفاقيه بتاعه التحالفات الاقتصاديه، الكوميسا لدول الشرق والجنوب الافريقي، التجمع الاقتصادي لغرب افريقيا الاكواس، خد بال حضرتك، ثم الصادق اللي هو التجمع الاقتصادي في الجنوب الافريقي. فعمل اتفاقيه توحد للمنطقه الاقتصاديه الحره وتخفيض للتعريفه الجمركيه. فنقدر كل التجمعات دي يحصل تبادل تجاري، تصدير واستيراد بشرايح متدنيه جدا من التعريفات الجمركيه. فده الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤمن بافريقيا، مؤمن بان هي امن قومي بالنسبه لنا، العلاقات الاستراتيجيه، الميه بتاعتنا بتاعت نهر النيل حصتنا دي جايه من العمق الافريقي. فلازم العلاقه معاهم تكون علاقه بناءه وعلاقه فائده ومصالح مشتركه. تمام. سيادة اللواء دكتور محمد مندور، وكيل مجلس الدفاع الوطني السابق، ويمكن الحرب تحتاج إلى مقومات نجاح، وتحتاج إلى مفردات، وتحتاج إلى تخطيط، والسلام نفس الحال. والفترة الآنية والفترة الحالية
لا تقل أهمية عن الفترات السابقة منذ الحرب وحتى تاريخه. أتحدث عن التنمية وكيف يتم العمل من خلال آفاق التنمية لسيناء، لأن سيناء زي ما احنا شايفين هي مطمع للجوار الإسرائيلي، هي مطمع للمجتمع الدولي، وبالتالي تنمية سيناء هي الحائط السد الأول للدفاع عن سيناء. تمام. عشان نشوف أهمية سيناء، سيناء مساحتها 60,000 كيلومتر مربع، يعني تمثل 6% من مساحة مصر. ذاخرة بالثروات، فيها بترول، فيها فوسفات، فيها حديد، فيها نحاس، فيها محاجر، فيها الرملة السوداء اللي احنا بنتكلم عليها، خد بالك، فيها سيليكون، ودي خد بالك السيليكون ده بيخش في صناعات كتيرة جدا. هي أرض الفيروز، يعني الفراعنة مسمينها أرض الفيروز لأن فيها كمان الفيروز اللي هو هتلاقي كل الحلي الفرعونية الذهب دي مطعمة ومرصعة بأحجار الفيروز، خد بال حضرتك؟ طيب المساحة 6% دي مساحة مصر، 60,000 كيلومتر مربع، دي أكبر من في 4 دول عربية ما جابوش ال 60,000 كيلومتر مربع دول. صحيح. خد بال حضرتك؟ بيسكنها فقط 700,000 في محافظتي الشمال وجنوب سيناء. خد بال حضرتك؟ وفي عندنا مدن موجودة في سيناء بس إداريا بتتبع المحافظات المركزية، يعني عندنا بور فؤاد دي موجودة في الضفة الشرقية لقناة السويس يعني في سيناء، لكن إداريا بتتبع محافظة بورسعيد. في الأنطرة شرق بتتبع إداريا محافظة الإسماعيلية. في منطقة الجناين بتتبع محافظة السويس. لكن لو اتكلمنا على الرئيس اللي هو محافظتي الشمال وجنوب سيناء بنتكلم في 700,000. خطة مصر ورؤية مصر 2030 بنستهدف لتوطين 5 مليون مواطن مصري في سيناء. الفراغ زي ما حضرتك قلت بيبقى مطمع. طبعا مطمع. فاحنا ال 60,000 كيلومتر مربع دول لازم نفرغ الكتلة السكنية الكبيرة اللي في الوادي الضيق بتاع مصر وتنتشر على كامل ربوع مصر. عشان كده تطوير سيناء ده اتعمل له هيئة خاصة، خد بال حضرتك، وفي نفس الوقت بنعمل دلتا جديدة في الصحراء الغربية. كل ده عشان ايه؟ نخرج السكان وينتشروا على كامل ربوع مصر، ما نبقاش بس السكان كلهم في الوادي القديم على ضفاف نهر النيل ودلتا مصر. اعتذر عن المقاطعة بس كان فيه مقترح في فترة معينة بمحافظة جديدة وهي محافظة وسط سيناء. طبعا ما هو لما يبقى الإقليم كبير والتقسيم الإداري قابل يعني النهارده احنا 27 محافظة تاريخيين. النهارده ايه اللي حصل في تنمية مصر؟ معظم هذه المحافظات اتعمل لها ظهير صحراوي. صحيح. فهتلاقي مدينة المنصورة الجديدة ومدينة أسوان الجديدة اللي هي مسمينها طيبة، خد بال حضرتك، مدن جديدة ظهير للمحافظات القديمة. فمن الطبيعي جدا اللي احنا عاوزين نعمل مشروعات تنمية سريعة في سيناء، ان احنا كمان يبقى في محافظة ثالثة. انا عاوز اقول حاجة، ان 60,000 كيلومتر مربع فيهم 700,000 ان شاء الله مستهدفين يوصلوا 5 مليون. هيوصلوا 5 مليون ازاي؟ بالمشروعات التنموية. صحيح. اتعمل 4 قرى للصيد في العريش وفي شمال سيناء. احنا عندنا بحيرة البردويل فيها من انقى وافضل انواع الاسماك والقشريات في العالم. خبر حضرتك ان احنا نستفيد بالمحاجر، بالثروه المحجريه، نعمل مصانع، ان احنا النهارده نستفيد بالسياحه. السياحه في سيناء مش سياحه بس ترفيهيه، في سياحه علاجيه. عندنا عيون موسى وعيون فرعون، عندنا محميات طبيعيه، فنستفيد بالسياحه. احنا بنعمل في شرم الشيخ حاليا سياحه المؤتمرات، مؤتمر الشباب والمؤتمر، والسياحه ناجحه جدا. مؤتمر احنا عملنا قمه المناخ كوب 27 في شرم الشيخ، خبر حضرتك. فكل مشاريع التنميه هي اللي بتروح. ده بنعمل بنيه تحتيه، اتعمل الطريق بتاع سيناء، الطريق الاوسطي طبعا. كان عندنا الطريق الشمالي وعندنا الطريق الجنوبي اللي كان بيمر بالطور وصولا لشرم الشيخ وصولا لطابه. طب وكان في الطريق الشمالي وصولا للعريش ورفح. اتعمل طريق اوسطي، طريق دولي حاجه عظيمه محترم جدا. شبكه الطرق دي بتعمل ايه؟ خدمات على يمين وشمال الطرق، وبتفتح مجال لمدن جديده. فاللي بيحصل في سيناء توجيهات القياده السياسيه والحكومه بتعمل انشاء مجتمعات عمرانيه كامله. الخدمات والمرافق عندما تتوفر الانسان هياخد اسرته ويروح. صحيح. مفيش مرافق، مفيش خدمات، مساكن فقط، ومفيش عمل، مفيش
مورد رزق، مفيش مصنع، مفيش مزرعه، مش هيروح. فالقياده السياسيه تنبهت، بتحط الاول مشاريع بنيه تحتيه، بتعمل مدن صناعيه وزراعات جديده، بتعمل مصايد، بتعمل يعني تنميه شامله في سيناء الاول، هي دي اللي هتجذب المواطن المصري. نقطة أخيرة وهي خاصة بأمر هام جدا، وهو سر نجاح مصر منذ القديم. وخلينا عشان يمكن الناس تتذكر، هي يعني احنا في أكتوبر 73 نجحنا بالإصرار وبالعزيمة وبالتخطيط. في المباحثات كان فيه تخطيط وكان فيه مفاوض مصري قوي. تمام. في الفترة الحالية نخلي بالنا، وفي كل المراحل كان هناك جيش يلتف حول وطنه. تمام. ودي يمكن النقطة الفاصلة والنقطة القوية جدا، وهي رمانة الميزان زي ما بيقولوا في المعادلة، الشعب المصري وأهل مصر الكرام. بص، القوات المسلحة المصرية هي قوات وطنية 100%. ليه؟ لأن هي في النهاية هي من المصريين فقط. ما عندناش تجنيس، ما عندناش ميليشيات جاية من دول أفريقية وبندخلها قوات نظامية. خد بال حضرتك، احنا هتلاقي القوات المسلحة هو أخونا، هو ابن الخال، ابن الخالة، هو قريبي من البلد، هو ابن عمي. فكلنا هو أهلنا هم اللي في القوات المسلحة، أهلنا هم اللي في قوات الشرطة. فهم أبنائنا وأخواتنا وأبهاتنا وأولادنا وأحفادنا. مفيش دخلاء، مفيش دخلاء. خد بال حضرتك، فجيشك ده جيش وطني، احنا مش بنقول شعارات. صحيح، ده هو واقع. هم كلهم أبناء مصر، وأبناء مصر يعني من العيلة. وإحنا عارف أنت عندنا هنا معنى العيلة ومعنى القبيلة، القبائل بتاعتنا. فاحنا بنتكلم في جيش وطني. الجيش الوطني كمان مش بس واخد مهمة الدفاع عن الوطن والتدريب والتسليح وتطوير نفسه وتدوير قدراته العسكرية، لأنه لا يكفي أنك تكون جيش قوي لكن بمعدات عسكرية قديمة، لازم تواكب كل التطورات. فأحدث التسليح، فخامة الرئيس أحسن قرار خده تنويع مصادر السلاح. كل التحية والتقدير لحضرتك، وسعدنا باللقاء. وعلى فكرة احنا محتاجين نحتفي ونحتفل بسيناء وبكل ما هو جميل في مصر، لأن الاحتفال بهذه الذكريات بالأماكن القومية أو أماكن اللي بتحمل صبغة عربية مصرية بتذكر شبابنا، بتذكر بعض بالذكريات الجميلة بالإصرار والعزيمة. كل التحية والتقدير لحضرتك سيادة اللواء دكتور محمد مندور، وكيل مجلس الدفاع الوطني السابق وقنصل مصر بالسفارة المصرية بكينيا، ومستشار سفارة مصر بجنوب أفريقيا والصومال وأوغندا، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المقاولين العرب لقطاع المرافق، والأمين العام المساعد لأمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية. وهيبقى لنا لقاء حول هذا الموضوع مستقبلا سياسيا بإذن الله. إضافة أخيرة في نص دقيقة بشكر حضرتك. إحنا عندنا بس في قامات في اللجنة الوطنية دي لتحرير سيناء والمفاوضات، لازم نقول أسمائهم بسرعة. الدكتور يونان لبيب رزق، ده أستاذ التاريخ في جامعة عين شمس، كان عضو في هذه اللجنة. عندنا اللواء عبد الفتاح حسين، ده قائد موقعة التبة في حرب أكتوبر طبعا، ده من القوات المسلحة. عندنا الأستاذ حامد سلطان، ده الفقيه الدولي في القانون الدولي والدستوري. ختاما، احنا عندنا 3 توصيات للاحتفالات: الاصطفاف الوطني، الوحدة الوطنية، خلف القيادة السياسية. خد بالك، دي أهم حاجة، محدش هيقدر يختار سر النجاح. سر النجاح. صحيح. الحاجة التانية تطوير سيناء، حرب يعني لازم نطور سيناء تطوير شامل عشان نقدر نستبدلها بتنمية سيناء أفضل. تنمية سيناء، تنمية، استكمال مشروعات تنمية سيناء. النهارده الموانئ الجديدة اللي بتتعمل والمناطق الصناعية ده مهم جدا. دعم القوات المسلحة زي ما حضرتك قلت، وشكرا جزيلا. كل التحية والتقدير لحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب، كل سنة وكل المصريين في أمن وأمان واستقرار. ولولا الحرب ما كان السلام، ولولا السلام ما كان التفاوض والحصول على حقوقنا الحقيقية. ومع كل هذه المعطيات واحتفالنا بذكرى تحرير سيناء 43، بنؤكد على ضرورة التماسك والترابط المجتمعي المصري
المصريين يلتفوا حول القيادة، لأن ده سر النجاح. سر نجاحنا هو التماسك اللي موجود على أرض المحروسة. يا رب احفظ بلدنا، يا رب احفظ جيشنا، يا رب احفظ مصر، مصر العزة والكرامة وكل أبناء مصر الأوفياء. شكرا. وقبل ساعة ونصف من الآن نلتقي مع حضراتكم و90 دقيقة محافظات.